اللي احنا كنادي الزمالك بنقعد نتحارب من كل الناس، وبنقعد برضه ان احنا ناخد بطوله من هنا ونعمل هنا، مع ان احنا ما عندناش حاجه، ما عندناش حاجه. انت بتحارب كانك مثلا بتلعب الزمالك بنروح نلعب في الدوري الانجليزي. كل الناس دي معاها كل حاجه وانت جاي كده بايه؟ باللوجو. احنا بنروح كده باللوجو وبالجماهير بتاعتنا. بس الناحيه الثانيه انت كل الناس بتساعدهم وده مش طبيعي. انتوا عايزين الكوره تبقى حلوه ولا عايزين فرقه واحده بس هي اللي تكسب؟ لو عايزين فرقه واحده اللي تكسب خلاص نقفل النادي. خلينا دي اجتماع ونروح نخرج ونهزر ونجيب تيشيرت الزمالك ونلعب خماسي وننبسط. بس اللي بيحصل ده مش طبيعي، مش كده. يعني قريبه شويه. بس احنا هنا لا، الدنيا بعيده قوي. فلازم الناس في الدوله تساعدنا شويه وتقف معانا الزمالك، لان الزمالك يستحق اللي هو يبقى في حته احسن من كده. وبعدين لصالح الكره المصريه اللي تبقى فيه منافسه. انت عندك دلوقتي الاهلي يبقى جامد، وليه بيراميدز يبقى جامد والزمالك يبقى جامد. يعني انا مبسوط جدا اللي بيراميدز هيلعب نهائي افريقيا. يستحقوا طبعا. الناس تعبت واشتغلت واتحاربوا وكل حاجه ووصلوا. ومعاهم فرقه جامده جدا. فانت ليه ما تخليش الزمالك والاهلي وبيراميدز والاسماعيلي؟ يعني انت الناس ما بتبصش على الاسماعيلي وتزعل على